السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة العبقري للرياضيات مع المهندس عبد الله. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض حل محافظة الشرقية 2024 هندسة. بإذن الله هنفهمها لك وتبقى زي الفل معاك بخطوات بسيطة وسهلة ان شاء الله. اهم حاجة لو لسه ما اشتركتش في القناة ما ننساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا بص على السبورة عشان ما نطولش عليكم. طبعا يا شباب ده رقمنا لو حد حابب يشترك معانا في الاونلاين 010 10 4 5 7 6 7 6. تواصل معانا واتساب هيرد عليك الاسيست على طول. لو حابب تشترك معانا في مراجعة الاونلاين اللي هي المكثفة خلال الشهر 12. طيب السؤال الاول يا شباب، اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. اذا كان المستقيم الذي معادلته ك س زائد جذر 3 ص بيساوي 4 يصنع زاوية قياسها 60 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فإن ك. طيب جميل جدا، بما ان هو نفسه المستقيم اللي معادلته دي اللي هو نفسه برضه اللي بيصنع زاويه 60، يبقى اذا مين المستقيم ده هو نفسه مين المستقيم اللي بيصنع زاويه كام درجه؟ 60 درجه. يبقى نقول له خلاص ميل للمستقيم من المعادله هو سالب معامل س على معامل الصاد، يعني سالب ك على معامل الصاد كام؟ جذر 3. هيساوي ميل المستقيم اللي بيعمل برضه نفسه ايه؟ زاويه 60 درجه، يعني ظا 60. طيب من هنا اقدر اقول سالب ك على جذر 3 يساوي ظا 60 اللي هي كام بجذر 3. دي مقامها كام؟ مقامها 1. طيب أنا عايز أجيب سالب ك لوحديها، فأقول له سالب ك هتساوي جذر 3 في جذر 3 على 1، عمل مقص يبقى تساوي جذر 3 في جذر 3 على 1. يعني سالب ك يساوي 3 أقسم على السالب، يعني قيمة الكاف بكام؟ بسالب 3. يبقى دي القيمة الصحيحة اللي هي اختيار باء. شوف السؤال التاني يا شباب. السؤال الثاني في المثلث أ ب ج، إذا كانت ج أ تساوي جتا ج فإن المثلث أ ب ج ماله؟ طيب من هنا قال لي علاقة مهمة جدا إحنا واخدينها. لو عندي الج تساوي جتا فبستنتج إيه يا شباب؟ إن مجموع الزاويتين اللي مع الج ومع الجتا ب 90 درجة. تاني، بما إن هنا قياس زاوية أ دي هتساوي قياس زاوية زائد سوري زائد قياس زاوية ج دي بتساوي 90 درجة. طب دي يفيدني بإيه؟ أنا عارف إن المثلث كله ب 180 درجة، خدنا منه زاويتين ب 90، يبقى إذا قياس زاوية باء اللي فاضلة ده هتساوي 180 ناقص 90 فتساوي 90 درجة. أكبر زاوية في المثلث هي اللي عليها بنحدد نوع المثلث، يبقى أكبر زاوية ب 90 درجة يبقى نوع المثلث هو قائم الزاوية، فالاختيار باء. السؤال الثالث يا شباب، المعين الذي طول قطريه 12 سم و10 سم تكون مساحته. أنا عارف إن مساحة المعين تساوي نص في حاصل ضرب طول قطرين. تعال نعوض يا شباب. يبقى نص في القطر الأول 12 في الثاني 10، النص يروح مع دي بستة، 6 في 10 ب60 سنتيمتر مربع، يبقى الاختيار باء هو الصحيح. السؤال الرابع سؤال تراكمي، مثلث له محور تماثل واحد وطول ضلعين 4 سم و8 سم فإن طول الضلع الثالث. طبعا دي معلومة من السنة اللي فاتت. لو معلوم معاك ضلعين وعايز تجيب الضلع الثالث فبنعمل إيه؟ كان معانا قاعدة الضلع الثالث يساوي فترة مفتوحة، كنت بقول فرق الضلعين وجمع الضلعين، يعني هنقول 8 ناقص الأربعة و8 زائد الأربعة. 8 ناقص الأربعة دي بتساوي 4، و8 زائد 4 12، يبقى المفروض الضلع الثالث محصور في الفترة المفتوحة ما بين 4 و12. طيب بما إنه المثلث بتاعك له محور تماثل واحد فقط،
فإذا المثلث بتاعك هو مثلث متساوي الساقين، لأن المثلث المتساوي الساقين اللي هو زي ده كده يكون له محور تماثل واحد فقط، اللي هو بيقسم القاعدة نصين. ومن خواصه يا شباب ان هو بيقسم القاعده بتاعته نصين. يبقى من هنا المفروض الضلع الثالث الاربعه مرفوضه، يبقى المفروض الضلع الثالث يكون كام؟ 8، عشان المثلث يكون ماله تساوي الساقين، ده 8، ده 8 وده 4. يبقى الاختيار الصحيح هو 8 وليس 4، لان 4 بالنسبه لي في الفتره مرفوض. 8 يكون السؤال مفهوم يا شباب. السؤال الخامس: اذا كانت الزاويتان المتقابلتان بالرأس متكاملتين فإن قياس كل منهما يساوي. بيقول لك انت معاك زاويتين، نرسم لك عشان تفهم اهو. الزاويتين دول بالتقابل بالرأس مجموع الزاويتين دول ب 180 درجة. الزاوية دي والزاوية دي مجموعهم ب 180 درجة، يبقى إذا كل واحدة فيهم بكام درجة؟ ب 90 درجة. يبقى كل واحدة فيهم هتساوي 90 درجة. نشوف السؤال السادس. السؤال السادس سؤال مهم. بيقول لي واو ألف باء ج مربع طول ضلعه 4 سم، فإن معادلة المستقيم ألف ج. فين ألف ج؟ تعالى كده، هو قال لك إن هو مربع، يبقى كده المفروض طول الضلع ده بأربعة، وده بأربعة، وده بأربعة، وده بأربعة. طب هو عايز مني إيه؟ عايز معادلة المستقيم ألف ج، المعادلة بتاعت المستقيم ده. طيب أنا عشان أجيب معادلة المستقيم، واحد أنا محتاج ميل، اتنين محتاج الجيم. طب ليه يا مستر؟ لأن معادلة المستقيم هي ص بتساوي م س زائد الجيم. جميل. طيب الميل هنجيبه ازاي يا مستر؟ في عندك طريقتين. لو انت واحد شاطر وفاهم يعني ايه المستقيم يميل على محور السينات زاوية، فانت ممكن تجيبها بالزاوية على طول، وهفهمها لك وممكن تجيبها بسرعة. طيب تعال نشوف المستقيم ده بيصنع زاوية في الاتجاه الموجب لمحور السينات قد ايه. لو خدت بالك دي كده 90 درجة، والزاوية دي كمان، القطر ده هو في المربع بيقسم الزاوية المربع نصين، 45 و45. يبقى الزاوية اللي بيميلها المستقيم على محور السينات الموجب هي 135. فأقول له الميل هيساوي ظا 135، يعني يساوي -1. دي طريقة. طيب الطريقة التانية، عشان لو ما انت مش عارف الطريقة دي، تعال ما اقول لك بتيجي ازاي. انك هتروح تحط النقط على الرسم. ازاي يا مستر؟ تعال بص معايا كده. النقطة دي المحور مشي من أول واو لحد ألف 4 وحدات، يبقى المسافة دي 4 و0. طيب ومن أول واو لحد ج برضو 4 وحدات، يبقى المسافة دي برضو 0 و4، لأن قطعت محور الصادات. طب ما أنت كده معاك نقطتين من أول ألف لحد ج، تعرف تجيب منهم الميل. فالميل هيساوي، لو أنت بقى حضرتك ما أنتش عارف تجيب دي الطريقة التانية، هي الميل هيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني تقول لي 4 ناقص 0 و0 ناقص الأربعة. 4 ناقص 0 هي الأربعة، وصفر ناقص 4 -4، يبقى يساوي كام؟ -1. هو نفس الطريقة ونفس القيمة بالظبط. طيب أنا كده جبت الميل. الجزء المقطوع معاك نقطة 0 و4، تقدر تعوض فيها تجيب الجيم، أو برضو طريقة تانية أسهل بكتير، لأن ده سؤال اختيارات ما يستحقش إن أحل كل الخطوات دي. أنا عارف إن الجزء المقطوع هو عبارة عن المسافة اللي قطعها المستقيم لمحور الصادات. تعال نظلها مع بعض كده المسافة دي. طب ما المسافة دي أصلا كام وحدة؟ 4 وحدات، يبقى الجزء المقطوع 4 وحدات، ومن محور الصادات الموجب يبقى 4 موجب. يبقى إذا معادلة المستقيم هي ص تساوي -س زائد 4، وده الاختيار الصحيح. يبقى المعادلة ص تساوي -س زائد 4، الاختيار ج هو الصحيح. طبعا السؤال كان اختيارات، مستحقش كل الخطوات دي مني، المفروض تكون لماح الزاوية على طول 135 ظا 135 ب -1. الجزء المقطوع ب4، يبقى ص بتساوي -س زائد 4. سؤال حاطط طول للناس اللماحة اللي تقدر تجاوب على طول السؤال. طيب نشوف السؤال اللي بعده. أول سؤال في المقالي.
أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة 3 وسالب 1 ويوازي المستقيم المار بالنقطتين سالب 2 و1 و1 و5. جميل جدا. السؤال اللي هو نفس اللي احنا لسه حلو من شوية. معايا نقطتين وعايز أجيب ميل، ومعايا نقطة أجيب منها الجيم. نبص مع بعض كده يا شباب. أهو رقم 1 راح أجيب الميل. طيب أجيب الميل إزاي يا شباب؟ معايا نقطتين بيمر بيهم مستقيم، كل المستقيم بيوازي مستقيم بيمر بالنقطتين دول. فأنا هقول له الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، وأطبق بالأرقام. يبقى فرق الصادات 5 ناقص 1 و1 ناقص 2، يبقى 1 ناقص ناقص يبقى 1 زائد 2. يبقى الميل هيساوي 5 ناقص 1 4 و1 و2 3، يبقى الميل بيساوي 4 على 3. ده كده الميل يا شباب. طب أجيب الجزء المقطوع إزاي؟ الجزء المقطوع بجيبه من نقطة بيمر بها المستقيم الأصلي اللي أنا عايز أجيبه، اللي هي كام وكام؟ 3 وسالب 1، ومحدش يلخبط ما بين النقطة اللي أنا هجيب منها الجيم والنقطتين اللي أنا هجيب منهم مين؟ الميل. طيب قانون الميل، الجيم أقول له جيم يساوي صاد ناقص ميم في س. طب الصاد بكام؟ أنا قلت لك على طول النقطة خلاص اللي هنستعملها س فيها ب3، وصاد تساوي سالب 1. يبقى سالب 1 ناقص الميل جبناه ب4 على 3 في السين ب3، 3 تروح مع ال3، يبقى سالب 1 سالب 4 دي تساوي سالب 5. يبقى كده الجزء المقطوع بسالب 5 والميل ب4 على 3. يبقى إذا معادلة المستقيم هتساوي 4 على 3 مضروبة في س ناقص 5، ودي معادلة المستقيم المطلوب. يبقى شباب رقم 1 جبنا الميل من النقطتين اللي بيوازوا المستقيم، رقم 2 رحنا جبنا الجيم من النقطة اللي بيمر بيها، والميل اللي احنا جبناه عوضنا جبنا الجيم. سؤال باء. إذا كانت 2 ظ س بتساوي ظ تربيع 60 ناقص 2 جا 30، أوجد قياس زاوية س الحادة. جميل جدا. طيب عشان أثبت أو أجيب زاوية س، زاوية س أهيت هنا، ده مش إثبات، فأنا هحل سؤال عادي جدا. تعال نشوف نحل ازاي مع بعض السؤال. هنحلها نظام معادلة. فأقول له 2 ظ. طيب الظا هنا مجهولة فنزلها زي ما هي، ظ س تساوي ظ تربيع 60. الظا 60 الأول بجذر التلاتة تربيع ناقص 2 في جا 30 دي بنص، يبقى 2 تنزل ظ س تساوي جذر التلاتة تربيع ب3 ناقص 2 في نص دي ب1، 3 ناقص 1 دي بتساوي 2. يبقى 2 ظ س بتساوي 2. نقسم على الاتنين عشان أجيب الظا س لوحديها. الاتنين راحت مع الاتنين، يبقى اتفضل لك ظ س يساوي 1. طيب ظ س تساوي 1 امتى؟ لما تكون الزاوية ب45 درجة. فعايز أعملها خطوة، فأقول له شيفت تان 1 هتساوي 45 درجة. يبقى كده يا شباب قدرت أجيب زاوية س اللي هي 45 درجة. السؤال التالت ألف. إذا كانت النقاط ألف 1 و4 وباء سالب 1 وسالب 2 وجيم 2 وسالب 3 هي رؤوس مثلث
اثبت ان الف باء ج قائم الزاويه في باء. يبقى كده عايز يثبت ان في عندك مثلث قائم الزاويه. تعال بص كده المثلث معانا يبقى عامل ازاي. لو رسمت مثلث اهو، ده كده يا شباب مثلث قائم الزاويه في باء. هنا الف، هنا ج. فاحنا خدنا قاعده قبل كده ان لو عايز اثبت مثلث قائم الزاويه فانا بجيب الثلاث اضلاع الف باء وباء ج والف ج، واشوف اكبر ضلع تربيع هل بيساوي الضلعين التانيين مربع الضلعين التانيين تربيع ولا لا. فممكن تشتغل بالبعد وممكن تشتغل بالميل، انك تجيب ميل الف باء وباء ج تضربهم في بعض، لو طلعوا بسالب واحد يبقى اذا المثلث قائم الزاويه. بس هو هنا طالب مني المساحه، فانا مضطر ان انا اشتغل بالبعد علشان اجيب ايه، ابعاد عشان اجيب المساحه. فانا هروح اجيب الف باء، اخد الالف واخد الباء واجيب لها البعد، فبقول جذر فرق السرات تربيع زائد فرق السينات تربيع. فطبقنا الكلام ده 4 ناقص ناقص تبقى زائد 2 الكل تربيع، زائد واحد ناقص ناقص واحد يبقى واحد زائد واحد تربيع، طلعت جذر 36 زائد 4 بيساوي جذر كام؟ 40 زي ما انت شايف كده. وبالمثل جبنا بقى ج، وبعد كده جبنا الالف ج، دي طلعت جذر 10 ودي جذر 50. فلو انت خدت بالك ان الالف ج هنا لو ربعتها فتقول لي الف ج تربيع هتساوي جذر 50 تربيع هيساوي 50. وهتروح برضو تربع الألف باء والباء ج، فتقول لي كده ألف باء تربيع زائد باء ج تربيع، ده هتساوي 40 زائد 10 هتساوي 50. فتقول لي بما أن ألف ج أس 2 تساوي ألف باء أس 2 زائد باء ج أس 2، يبقى إذا المثلث ألف باء ج ده قائم في باء. لو عايز المساحة فأنت كده كان معاك مثلث قائم الزاوية في باء، فتقول لي المساحة المثلث هتساوي نص في طول القاعدة اللي هو باء ج اللي أنت أصلا جبته بكام؟ بجذر 10. يبقى في جذر 10 في الارتفاع اللي هو ألف باء اللي هو بيساوي معاك كام؟ جذر 40. وتقول لي المساحة هنجيبها على طول بكام؟ طبعا جذر هنا ادي 10 في 40 400، اضربها في نص واجيب القيمة هنا بالوحدة المربعة. السؤال الثاني اللي هو باء بيقول لي في المثلث ألف باء ج مثلث قائم الزاوية في ألف د تنتمي ألف ج حيث د باء يساوي د ج بيساوي 13 سنتي. أوجد قيمة ذا د ج باء وجتا ألف باء ج. سؤال جميل وجايب لك رسمة وجايب لك فيها جزئية تراكمية اللي هو المثلث المتساوي الساقين. ركز معايا كده، بيقول لي إن دي الحتة دي اللي هي د ج بتساوي د باء. المسافة دي يا شباب بتساوي المسافة دي. طيب استنتج ايه؟ ان المسافة د ج بتساوي المسافة د باء. ان انا عندي كده مثلث متساوي الساقين، يعني الدالها دي المفروض تكون عمودية على الباء ج، يعني المسافة باء دال باء هاء بتساوي المسافة هاء ج. يعني لو المسافة باء ج كلها 24 تبقى المسافة دي 12 سنتي والمسافة دي 12 سنتي. طب ده هيفيدني في ايه؟ طبعا هيفيدك في المعطيات. طب انت معاك د ج اصلا ب 13 ومعاك الهاء ج جبناها ب 12، يبقى الدالها هنجيبها في فيثاغورس بكام؟ بخمسة. طيب جميل، تعال نشوفه عايز ايه. عايز ظا دال ج باء. الدال ج باء هي الزاوية دي. طيب انا عارف، تعالى نكتب اللي احنا عملناه ده بقى كده. فنقول لي كده بما ان دال باء بتساوي الدال ج، يبقى اذا دال هاء ده عمودي
على الباقي مش عمودي وبس وتنصف. يعني إذا الهاء دي منتصف الباقي. يعني إذا هاء ج هتساوي 12 سنتي. جميل. يبقى إذا تقدر تقولي دلوقتي الظا. لا لسه مش هنجيب الظا، لسه المفروض أجيب دلوقتي الأول مين؟ ده الهاء الأول. طيب يبقى كده من فيثاغورس أقول له ده الهاء هيساوي جذر ده الهاء ده ضلع، فأقول الوتر تربيع 13 تربيع ناقص 12 تربيع هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي 5. يبقى أنا كده جبت الدال هاء والهاء جيم والدال جيم. يبقى أنا هشتغل في المثلث القائم ده، فأقول له في المثلث دال هاء جيم الظا دال جيم باء هتساوي الظا بتساوي مقابل على الوتر. سوري، الظا بتساوي مقابل على مجاور، يعني هتساوي 5 على كام؟ على ال 12. يبقى أنا كده بجيب الظا بتساوي مقابل على المجاور، يعني 5 على ال 12. ده المطلوب الأول طلع بيساوي 5 على ال 12. طيب تعال نشوف المطلوب الثاني، عايز جتا ألف باء ج. طبعا كلنا عارفين لازم نشتغل في مثلث قائم. ألف باء ج ألف باء ج الزاوية دي. طب الزاوية دي لازم أشتغل في مثلث يكون قائم. طيب هي واقعة في المثلث الكبير كله. عشان أجيب الجتا فأنا محتاج أجيب المجاور اللي هو ألف باء اللي هي المسافة دي. طيب والوتر باء ج، طب أنا ما عنديش مشاكل في الوتر موجود معايا، بس المجاور مش موجود معايا وأنا مش معايا معطيات تخليني أجيب الألف باء. فهنا لازم ألجأ لخاصية أو نتيجة إحنا كنا خدناها قبل كده، إن المثلث الكبير كله ألف باء ج ده مثلث قائم. في زاوية ألف دي ب 90 درجة. ركز معايا، زاوية ألف معايا ب 90 درجة. يبقى إذا المفروض زاوية باء دي وزاوية ج قياس زاوية باء زائد قياس زاوية ج دي بتساوي 90 درجة. يعني المفروض لو أنا عايز أجيب جتا باء هياها جا ج، لأن الزاويتين مجموعهم ب 90 درجة. كلنا عارفين لو الزاويتين مجموعهم 90 درجة فأنا أقدر أطبق النظرية اللي بتقول لي إن الجتا باء بيساوي الجا ج. خلاص تعال نجيب الجا ج. طيب يبقى من هنا الجتا باء اللي أنا نشرت ليها جتا هي ألف باء ج هتساوي الجا ج. تعال نجيبها. الجا ج بتساوي مقابل على الوتر، يعني بتساوي 5 على 13. يبقى الجا ج هي الجتا ألف باء ج، يبقى تساوي 5 على 13. يبقى المطلوب ده هو 5 على ال 13. شوف السؤال اللي بعده. أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة. قلت لك يا شباب قبل كده، ساعة ما تشوف كلمة يمر بالنقطة وعايز معادلة مستقيم، دي النقطة اللي أنا هجيب منها الجيم يا شباب. علمها كده. وعمودين على المستقيم الذي معادلته. طيب قلت لك في كلمات مميزة في السؤال لازم تاخد بالك منها. عموديا ويوازي. عموديا يبقى أنت عارف إنك هتقلب الميل وهتغير إشارته. يبقى رقم واحد روح هات الميل زي ما اتفقت معاك قبل كده. الميل يساوي سالب معامل س على معامل الصاد. يبقى سالب الخمسة على معامل الصاد اللي هو سالب 2. يبقى الميل هيساوي 5 على الاتنين. فتقول لي إذا ميل العمودي هيساوي هو 2 على الخمسة. كده يا شباب أنا جبت ميل العمودي. طيب جميل جدا. بعد ما جبت الميل أروح أجيب الجزء المقطوع، فأقول له الجيم يساوي. طبعا لازم يكون معاك نقطة س ونقطة صاد. نقطة س معانا اللي هي كام؟ 10. ونقطة صاد بتساوي 2. فأقول له ج بيساوي صاد ناقص الميم في السين. صاد معانا ب2 ناقص الميل بيساوي 2 على 5
في السين هتساوي 10 على 5 فيها الواحد على 5 فيها الاتنين، 2 في 2 ب4، 2 ناقص 4 تساوي -2. يبقى كده المعادلة بتاعتي ص تساوي 2 على 5. طبعا المفروض هنا كنا غيرنا إشارة الميل. ثانية واحدة، الميل كان عندي الأول 5 على 2، معلش يا شباب سوري، 5 على 2 يبقى المفروض بنقلبه ونغير إشارته يبقى -2 على 5. يبقى برضه هقول هنا -2 على 5. طيب سالب سالب يبقى الميل هنا هيكون الجزء المقطوع هيساوي 4، موجب 4. يبقى المعادلة -2 على 5 س زائد الأربعة. دي كده معادلة المستقيم. جبنا الميل وبعدين قلبته وغيرت الإشارة، وبعدين جبت الجزء المقطوع من العلاقة ص ناقص الميم في السين، وعوضنا بقيمة الصاد اللي هي الاتنين ناقص -2 على 5 في 2 طلعت معانا موجب 4. يبقى المعادلة بتاعت حضرتك هتساوي ص -2 على 5 س زائد الأربعة. يبقى أنا كده قدرت أجيب قيمة إيه؟ المعادلة اللي هو طالبها مني. ألف باء ج د متوازي أضلاع فيه ألف بتلاتة واتنين وباء 4 وسالب 5 وج صفر وسالب 3. أوجد إحداث نقطة تقاطع القطرين وإحداث نقطة د. طيب السؤال هنا يا شباب أنا كباشمهندس عبد الله بقسمه لجزئين. نقطة تقاطع القطرين هو بيديك مسألة عبارة عن مديك قطعة مستقيمة، ركز معايا عشان حتة مهمة، ومديك الأطراف بتاعتها وعايزك تجيب المنتصف. يعني هو عايز يسألك عن القاعدة المباشرة في قانون المنتصف. يعني مديك الألف ج، بص كده بالعربي كده، مديك الألف ج، الألف معاك بتلاتة واتنين والجيم بصفر وسالب 3، ويقول لك أنا عايز المنتصف. طب بسيط، معاك نقطة ألف ومعاه نقطة دي، نقطة جي اللي هي صفر وكام وسالب 3. فراح هات قانون المنتصف اللي هو م، فأقول له م تساوي مجموع السينات على الاتنين مجموع السينات على الاتنين، يعني 3 زائد صفر على الاتنين فاصلة 2 ناقص 3 على الاتنين. فده تساوي 3 على الاتنين وسالب 1 على الاتنين. يبقى نقطة إحداث تقاطع القطرين هي 3 على الاتنين وسالب 1 على الاتنين. طيب هو طالب مني مين تاني؟ إحداث نقطة د. تعال نشوف إحداث نقطة د. هي عكس النتيجة بقى. بدل ما هو كان بيديني نقطة في الحرف ونقطة في الحرف وعايز المنتصف، لا عكس. أنا كده خلاص جبت نقطة م، فناخد القطر التاني اللي هو بقى د. أنا كده اشتغلت على القطر أ ج هنا عشان أجيب المطلوب الأول. تعال نشتغل على القطر بقى د. فأقول له القطر بقى د اللي هي القطعة المستقيمة دي بقى معايا أصلا ب4 وسالب 5. طيب والميم معايا اللي هي 3 على الاتنين ونص بس بالسالب. أنا عايز أجيب إحداث نقطة د اللي هنا هفرضها س وإيه وصاد. فأكنه بيقول لك بالظبط طبق الفكرة التانية من درس المنتصف. معايا نقطة في الحرف ونقطة في النص وعايز الحرف، فنقول له المنتصف معاك بيساوي المنتصف بره 3 على الاتنين وسالب نص، هنساويها مفروض صفر زائد س على الاتنين فاصلة النقطة معانا 4 هنا مش صفر، والنقطة التانية 5 زائد صاد على الاتنين. فنقول له بقى كده مسقط أول يساوي مسقط أول، يعني 4 زائد س على الاتنين دي تساوي نص اللي هي 3 على الاتنين هنا. المقام بيساوي المقام، يبقى المفروض البسط بيساوي البسط، يعني 4 زائد س بتساوي 3
يعني س تساوي -1. أروح أجيب القيمة التانية أقول له 5 زائد ص على الاتنين تساوي -نص. فأقول له برضو المقام بيساوي المقام، يبقى 5 زائد ص بتساوي -1. يبقى أقول له ص تساوي، ودي الخمسة بإشارة مخالفة يبقى هتساوي -6. يبقى أنا كده يا شباب قدرت أجيب نقطة س وص اللي هي -1 و-6 اللي هي إحداث نقطة د المجهولة، وقدرت أجيب كمان نقطة مين؟ نقطة إحداث تقاطع القطرين في النقطة. السؤال الأخير يا شباب يقول لك هنا في الشكل المقابل على الشبكة التربيعية المثلث أ ب ج قائم. قال لي أول معلومة إن المثلث بتاع حضرتك قائم. جميل. الزاوية قائم الزاوية في ج أ 8 وهاء والباء ن -6 واو منتصف أ باء. أوجد قيمة هاء وقيمة ن. عايز يجمع هاء زائد ن. سؤال جميل جدا، جه السنة اللي فاتت طبعا زي ما انتم عارفين. طيب عشان أجيب قيمة هاء وأجيب قيمة ن لازم الأول أشوف الموجودين إيه في الرسمة. قال لي إن واو دي في المنتصف ما بين أ وباء. طب إزاي في المنتصف يا مستر؟ لأنه قال لك هنا علامتين وعلامتين وهنا علامتين وعلامتين، فدي معناها إن الواو هي المنتصف ما بين الألف ومين؟ والباء. يعني عشان أجيب قيمة الباء الهاء والنون لازم أطبق قانون المنتصف. ركز معايا كده فتقول له إيه بقى؟ بما أن واو منتصف أ باء، طيب يبقى كده هطبق المنتصف واحط الصفر والصفر، الواو دي نقطة الأصل، صفر وصفر بره، يساوي أقول 8 زائد النون على الاتنين فاصلة هاء مفروض زائد ناقص 6 يبقى هاء ناقص 6 على الاتنين. وأطبق القاعدة، آخد المسقط الأول 8 زائد نون على الاتنين أساويها بالصفر، ومن هنا أجيب قيمة مين؟ النون هتساوي، ودي 8 زائد نون بتساوي صفر، يبقى النون هتساوي عندك كام؟ -8. طيب وهاء ناقص 6 على الاتنين تساوي صفر، واجيب قيمة الهاء من هنا هتساوي كام؟ هتساوي 6. بقول له بما ان، طب كده انا كده جبت مين؟ جبت النون -8 وجبت الهاء ب6، فاقول له هاء دي -8 زائد -6 زائد 6 فهتساوي كام؟ -2. يبقى كده جبت مين؟ هاء زائد النون. وبعد كده شوف المعادلة التانية، عايز معادلة الألف ج. عشان أجيب معادلة ألف ج اللي هي المعادلة بتاعت المستقيم ده، إن هو معاك نقطة ألف معانا خلاص. طيب هي ها إحنا جبناها ب -8، يبقى معايا النقطة دي 8 وسالب 8. وجيم أنا عايز أجيبها. طب عشان أجيب جيم، تعالى عندنا معلومة قديمة بتقول إيه؟ لو عندي مثلث قائم وخارج من رأس القائمة اللي هو الجيم واو ده، المفروض هيساوي نص الوتر. طب أنا أصلا الوتر بالنسبة لي هو مين؟ ألف باء. فلو جبت طول ألف باء أقدر أجيب الجيم واو. طب الألف باء أقول له كده بما إن جيم واو خارج من رأس القائمة يبقى إذا جيم واو بتساوي نص مين؟ الألف باء. طب الألف باء نجيبها إزاي؟ أنت معاك دي 8 وسالب 8، والنون إحنا معانا بكام؟ ب6 وسالب 6. فأقول له طول الألف باء يساوي 8 زائد 8 تربيع زائد 6 زائد 6 تربيع هتساوي جذر 400 اللي هي بتساوي كام؟ 20. يبقى من هنا تجيب واو هتساوي كام؟ هتساوي 10 سم. طيب كده أنا معايا المسافة دي ب 10 سم اللي هي تجيب واو. طيب أجيب الميل إزاي؟ تعال أقول لك نجيب الميل إزاي. أقول له الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات، وبعدين أجيب الجزء المقطوع اللي هو الجيم، وبكده أكون قدرت إن أنا أجيب معادلة المستقيم وأكتب له معادلة المستقيم على طول. أقول للميل هيساوي، أنا كده معايا نقطتين 8. أنا يا شباب معلش يعني هعتذر إن أنا مش هقدر أكمل لأن تقريبا البطارية بتاعت القلم خلصت ومش عايز يكتب خالص، وده اللي معطلني أصلا في الآخر كده وخلي المسألة طولت معانا للأسف. فكده من الشباب أنا كده قلت الفكرة بتاعت السؤال الأخير، أتمنى تكون وصلت، وإن شاء الله في بداية الامتحان الجاي أحاول أحلها كم مرة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.